بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم اصدقائي مع فيديو جديد على قناتكم قناة حشاد الكترونيك. النهاردة معادنا مع فيديو مهم جدا لاهم قطعة الكترونية تم تصنيعها من تاريخ بدء الخليقة الى النهاردة، الا وهي الترانزستور. الترانزستور في منه نوعين، حاجة اسمها الترانزستور العادي او البي جي تي، وترانزستور الموسفيت. دول الاشهر في انواع الترانزستور واللي احنا هنتكلم عليهم. هنتكلم النهارده عن الترانزستور العادي او اللي هو البي جي تي، اختصارا لجملة بيبلر جانكشن ترانزستور. ده الترانزستور العادي، والتاني اسمه ترانزستور الفيت او ترانزستور الموسفيت. النهارده كلامنا زي ما احنا قلنا عن الترانزستور العادي اللي هو البي جي تي، وهو عنصر ليه 3 اطراف وليه اشكال كتير زي ما احنا شايفين كده، ليه كذا شكل. ورغم اختلاف الاشكال بتاعته الا ان هو فيه نوعين 2 فقط منه، اللي هو حاجة اسمها NBN وحاجة اسمها BNB. واحنا اتفقنا ان هو عنصر ذو 3 اطراف، منه الترانزستور السطحي ومنه الترانزستور اللي شكله عادي اللي هو بيبقى ليه 3 ارجل، وفي منه طبعا اشكال غريبة. طيب النوعين اللي احنا قلنا عليهم اللي هما NBN والBNB، في اسئلة بقى هتطرح نفسها هنا، ايه الفرق بينهم وايه استخداماتهم وازاي نفحصهم علشان نعرف السليم والبايظ ونحدد نوعه ونحدد اطرافه ونعرف ازاي بيشتغل. ركز معايا في كل ثانية في الفيديو عشان كل ثانية فيها حاجة مهمة جدا. الترانزستور هو سبب النقلة التكنولوجية اللي في العالم. على سبيل المثال الفرق بين جيل واخر من في معالجات الكمبيوتر هو عدد الترانزستورات اللي موجودة في البروسيسور من جوه. مثلا في 1,000,000 ترانزستور في جيل ما، لما بيحبوا يعملوا جيل جديد بيحتوي مثلا على 3,000,000 ترانزستور وهكذا. طيب احنا عرفنا ان عندنا نوعين من الترانزستور العادي، عايزين نعرف نفرق بينهم وعايزين نعرف استخداماتهم وعايزين نعرف المبدأ او فكرة العمل وهكذا. اسئلة كتير هنجاوب عليها كده واحنا ماشيين واحدة واحدة. نبدأ الاول بفكرة عمل الترانزستور واستخداماته. استخدامات الترانزستور المشهورة برضو الاكثر انتشارا ان هو بيستخدم كمفتاح وبيستخدم كمكبر اشارة. معظم الدوائر الالكترونية بنلاقي فيها ترانزستورات كتير مستخدمة كمفتاح. مفتاح يعني ايه؟ يعني بيعدي لي جهد ما من الطرف ده للطرف التاني عشان الدايرة دي تشتغل. مثلا بعد ما بدوس اون على سبيل المثال في الشاشات، لما بندوس اون بتتحول الشاشة من اللمبة الحمراء الى اللمبة الخضراء او الزرقاء، وبعدين تبدأ تظهر معانا الصورة. الكلام دوت بيتم لان في ترانزستور هو اللي واقف على مدخل الجهد اللي بيروح للبانل عشان تطلع لي الصورة. لما بندوس الاون الترانزستور ده بيشتغل فبيوصل الكهرباء الناحية التانية وبتشتغل البانل وبنشوف الصورة بتاعتنا. طيب خلينا النهاردة نتكلم على الترانزستور كمفتاح، وبعد كده هنعمل فيديو تاني عليه كمكبر اشارة. ازاي الترانزستور بيشتغل؟ زي ما هنشوف في الصورة اللي قدامنا دي، عندنا لمبة متوصلة بطرف من اطراف الترانزستور والطرف التاني واصل بالارضي، وفي لمبة طبعا بتنور. لما بيمر التيار من الطرف الاول الى الطرف التاني اللمبة بتنور. طيب الطرف التالت ده هو اللي بيسمح بعمل الترانزستور. يعني زي ما احنا شايفين كده، انا عندي لمبة وعندي مصدر جهد بيخش جوه اللمبة، وبعدين بيخرج من اللمبة يقف على احد اطراف الترانزستور. لما بندوس على الزرار اللي احنا شايفينه دوت بيتم مرور تيار بسيط على الطرف ده، فبيتم ايصال الطرف اللي فوق بالطرف اللي تحت من اطراف الترانزستور. الطرف اللي تحت ده زي ما احنا شايفين مرتبط بالارضي، فاللمبة بتنور لان التيار بيمر بين اطراف اللمبة والارضي.
تمام. ركز كده في الصورة كويس قوي عشان تشوف الطرف الثالث اللي احنا بندوس عليه دوت. هل بنفضل دايسين عليه على طول ولا بندوس وبنشيل ايدينا؟ ده هنا لما بنرفع ايدينا عنه اللمبة بتطفي بالظبط كده زي الجرس بتاع الباب. طول ما احنا واقفين وضاغطين على الزرار الجرس بيرن، ولما بنرفع ايدينا الجرس بيسكت. طب ايه هي الاطراف دي؟ بص يا سيدي، دي رسمات لانواع الترانزستور، نوع اللي هو ال NBN ونوع ال BNB. عندنا 3 اطراف في الرسمتين، طرف مكتوب عليه حرف سي اسمه طرف المجمع، وطرف عليه حرف اي، مجمع ده على فكرة اسمه الكوليكتور يعني مجمع، وطرف مرسوم عليه حرف اي اللي هو الإيميتر او المشع او الباعث، وطرف مكتوب عليه حرف بي ده اسمه القاعدة او البيز، وده المسؤول عن تشغيل الترانزستور. في الرسمات اللي عندنا ديت لو هنركز شوية هتلاقي في الرسمة بتاعت ال NBN هتلاقي السهم صغير كده متجه من القاعدة لبره، راس السهم متصلة او متجهة لبره، يعني هنا التيار هيمر من السي اللي هو الكوليكتور الى الاي اللي هو الايميتر. اما في الطرف في النوع اللي هو البي ان بي هتلاقي السهم داخل من بره متجه الى طرف البي او طرف البيز، يعني التيار هنا هيمر من الإيميتر الى الكوليكتور من طرف الاي الى طرف السي. وده شكل تقريبي كده للفرق بينهم، كأن في واحد بضغط على البي والتاني بسحبها علشان المية تعدي. الشكل اللي قدامنا دوت يعني شكل كده تخيلي ان انا عندي مصدر مية وعندي بوابة وعندي هنا زرار فوق بتك عليه او بشده عشان المية لما البوابة دي تتفتح تنتقل للطرف التاني. طرف منهم اللي هو مثلا هيبقى البي ان بي لازم اضغط على البوابة دي عشان تتفتح، والشكل التاني بشد البوابة عشان المية تتحرك. ده احنا كده بنقول شكل تقريبي، انا جايبهولك عشان تعرف بس او تتخيل معايا هو شغال ازاي. تمام. معنى كده ان الطرف اللي في النص ده هو البيز او القاعدة. يبقى فين طرف الإيميتر وطرف الكوليكتور وطرف الاي وطرف السي؟ بيكون فين بقى؟ هقول لك مش شرط في الترانزستور العادي ده ان البيز او القاعدة تكون في النص، او بمعنى اخر مفيش ترتيب ثابت للاطراف. ممكن تلاقي البيز دي على اليمين او على الشمال او في النص، ممكن تلاقي الكوليكتور اللي هو السي يكون في النص او على اليمين او على الشمال، ونفس الكلام بالنسبة للإيميتر. طيب هنا هيظهر سؤال، ازاي نحدد فين كل طرف منهم؟ هقول لك تعالى نبص مع بعض على الداتا شيت دي. زي ما احنا شايفين كده ادي شكلين او موديلين من موديلات الترانزستور. الموديل الاولاني اللي معانا او النوع الاولاني اللي معانا اللي هو BU 3150، والنوع التاني دوت اللي هو 8550 ده الخاص بأجهزة الإشارة بتاعة الريسيفرات الصيني. لو بصينا هنا على الثلاث أطراف أدي 1 2 3، تحت منه بيقول لك 1 دوت اللي هو البيز، 2 هي الكوليكتور، 3 هي الإيميتر. في الترانزستور التاني دوت برضو 1 2 3، رقم 1 دي الإيميتر، رقم 2 اللي هي البيز، رقم 3 الكوليكتور. هنا البيز في النص والإيميتر والكوليكتور يمين وشمال، هنا البيز على اليمين والكوليكتور والإيميتر اللي في النص واللي على اليمين. يعني معنى كده ان مفيش قاعدة لترتيب الأطراف بتاعة الترانزستور في الترانزستور اللي هو البي جي تي. طبعا احنا هنفرد فيديو مخصوص للداتا شيت نعرف منها ازاي نطلع البدائل بتاعتنا وايه المقومات او العناصر اللي احنا بنهتم بيها عشان نقدر نحدد العنصر اللي معايا او الترانزستور اللي معايا دوت NBN ولا BNB
وازاي نطلع البدايل بتاعته، بس طبعا الكلام ده هيبقى في فيديو مخصوص لوحده. تمام. انا كده مش عايز بقى اوجع دماغي بالداتا شيت والكلام دوت، انا عايز اعرفهم بالقياس لان مش بعرف اقرا في الداتا شيت. سهلة، هقول لك تعرفهم ازاي باستخدام الافو ميتر. لما يجي لك ترانزستور انت ما انتش عارف نوعه ان بي ان ولا بي ان بي، ازاي نفحصه وازاي نعرف ان هو سليم، وازاي اقدر احدد الاميتر والكوليكتور والبيز، وازاي اعرف الطرف ده ايه والطرف ده ايه بكل بساطة ومن غير وجع قلب زي ما اتعودنا مع بعض. ادي نوعين من الترانزستور اللي احنا كنا جايبين الداتا شيت بتاعتهم، هنمسكهم كده واحد واحد. الاول هنجيب الافو على وضع الدايود بالشكل ده. في الافوهات الذكية بيبقى وضع الدايود مع وضع الصفارة، بس بفصل بينهم بزرار السلكت دوت. في الافوهات العادية اللي هي مش ذكية بيبقى وضع الصفارة هو وضع الدايود مباشرة بدون اي حاجة. هنبدأ يا سيدي، انا مش عارف دوت بي ان بي ولا دوت ان بي ان. بكل بساطة كده هنيجي نقول هي البيز بالراحة كده هي اللي هتقرا مع الجنبين لان هي اللي مسؤولة عن تشغيل الجنبين. تمام. تعال ندور كده على البيز. هنقيس الترانزستور دوت 6 قياسات. عارفين لما حد بيلعب ماتش كورة وما بيكسبش غير لما يكون النتيجة 6-2، لو جاب 6-1 يبقى الماتش بايظ، جاب 6-3 او 6-4 او تعادل او اي حاجة يبقى الماتش بايظ. لا، هو لازم عشان يكسب يبقى النتيجة 6-2. يبقى احنا هنقيس هنا 6 قياسات يديني منهم قرايتين. طب انا استفدت ايه؟ استفدت من ال6 قياسات والقرايتين ان اولا عرفت ان هو سليم، اولا لان طبعا ما ينفعش ان اطرافه تصفر مع بعضها، ده مبدأ منتهي. انما عشان اعرف اذا كان بايظ ولا سليم هيديني ال6 قرايات، ال6 قياسات هيديني قرايتين. ركز معايا كده على شاشة الافو وركز معايا على المجسات. هبدأ الاول اقيس الطرفين بتوع الترانزستور الاولاني يمين وشمال اهمت، الاحمر على اليمين والاسود على الشمال، مفيش قرايه. هقلب الاطراف بالشكل ده، اداني قرايه. تمام. يبقى في الاتجاه الاولاني ما ادانيش قرايه، في الاتجاه التاني اداني قرايه. هقف بالاحمر في النص والاسود على اليمين، مفيش قرايه. الاحمر في النص والاسود على الشمال، مفيش قرايه. هقلب واخلي الاسود هو اللي في النص والاحمر على اليمين ما ادانيش قرايه، الاحمر على الشمال اداني قرايه. ركز معايا بقى كده، هنقيس تاني وركز معايا. الاسود على الشمال والاحمر على اليمين ما ادانيش قرايه، كده 1-0. الاحمر على الشمال والاسود على اليمين اداني قرايه، كده 2-1. هنخلي الاسود في النص والاحمر على الشمال اداني قرايه، كده 3-2. هننقل الاحمر على اليمين ما ادانيش قرايه، يبقى كده 4-2. هنحط الاحمر في النص والاسود على اليمين 5-2. خلي الاحمر في النص والاسود على الشمال 6-2. مبدئيا كده الترانزستور ده سليم. تمام. عايز اعرف اذا كان بي ان بي ولا ان بي ان. الطرف اللي على الشمال ده هو اللي قاس معايا في الناحيتين، قاس معايا في النص وقاس معايا على اليمين. اصبح الطرف اللي على الشمال ده هو رجل البيز، والبيز انا قايسها بالطرف الاحمر يعني بالبوزيتيف يعني بالبي. اصبح هنا ان بي ان لان الطرفين التانيين بتوعه نيجاتيف اللي هو الطرف الاسود، يبقى ان بي ان. يبقى انا كده حددت طرف القاعده وحددت نوعه اذا كان ان بي ان، وعرفت من ال6 قياسات وقرايتين ان هو سليم وطبعا مفيش صفاره. حلو. انا عرفت طرف البيز، انهي في دول هو الاميتر وانهي الكوليكتور؟ بص يا سيدي،
طرف البيز زي ما هو هنا. طرف ده اداني 575 كقراية مقاومة، التاني اداني 603. هنحسبه ان البيز دي اللي هي الام اللي هي الانثى، وعندي طرفين ذكور اللي هما الاميتر والكوليكتور. طيب الام دي مين اقرب لقلبها؟ مقاومتها قليلة مع مين؟ ضعيفة قدام مين؟ قدام ابنها ولا قدام جوزها؟ اكيد قدام ابنها. المقاومة القليلة هتبقى مع طرف الاميتر اللي هو الابن. خد الاي كده ان هو الابن، والسي اللي هو الكوليكتور اللي هو الاب اللي بيجمع الفلوس مثلا ويديها للاسره. فالاميتر مديني 514 مثلا، والتاني مديني قيمه اكبر اللي هي 603. يبقى الاميتر اللي هو ذو المقاومه القليله بالنسبه للبيز، والكوليكتور هو ذو المقاومه الاعلى بالنسبه للبيز. وحتى لو الفرق رقم واحد بس، يعني هنا مثلا 515 لو الطرف التاني اداني 516 يبقى هو الاعلى خلاص. حتى لو رقم عشري واحد بس هو الفرق، يبقى انا اقدر احدد الكوليكتور من الاميتر. يبقى انا كده عرفت من القياسات دي ان هنا الترانزستور اللي معايا دوت بي ان بي ان، وده على فكره الاكثر انتشارا في السوق والاكثر انتشارا في شغلنا، سواء في الحاجات السطحيه او في الحاجات العاديه اللي هي ذات الارجل. وقدرت احدد منه طرف البيز اللي هو على الشمال، والاميتر في النص، والكوليكتور على اليمين. نركن ده بقى كده على جنب ونمسك التاني ده. هنقيس نفس الست قياسات. هاخد الاتنين اللي على الحروف مفيش قرايه، هقلب واخد برضو الاتنين اللي على الحروف مفيش قرايه، يبقى كده 2-0. هثبت الاسود في النص وهقيس كده. اداني قرايه على اليمين 712، واداني قرايه على الشمال 715. كده 4-2. اصبح معايا طرف البيز هو اللي في النص، لان هو اللي قاس معايا يمين وشمال. والبيز معايا لونها اسود يعني نيجاتيف يعني سالب، والاطراف بي يعني بي ان بي، والبيز هي اللي في النص. تمام كده 4-2. الطرف اللي على الشمال دوت مديني 700 نقول 14 او 13. الطرف اللي على اليمين مديني 712 او 13. يبقى ده هيبقى الاقل ولا ده هيبقى الاقل؟ هنا 713 وهنا 712. اصبح ده الطرف اللي على اليمين دوت هو الاميتر، والطرف اللي على الشمال هو الكوليكتور. نتأكد هنا 712 على الشمال. معلش يا طبعا ممكن ايدي تلمس في حاجة فتخلف معايا القرايات. بص نركز 12 13 هنا 13. يبقى هيصبح الطرف اللي على اليمين ده هو الكوليكتور، ده الاكتر برقم 1 13، وده 12 هو الاميتر اقل ولو برقم 1. والست قياسات هنا ادوني ان هو سليم بقرايتين. يبقى انا كده قدرت احدد بالافو النوع والاطراف واماكن الاطراف بتاعتي كده. اللهم صل على النبي. احنا كده قدرنا نجاوب على الاسئله اللي هي بتاعت انواع الترانزستور والفرق بينهم واشهر استخداماته، وعرفنا ازاي بيشتغل، وعرفنا طريقه الفحص، وعرفنا نوعه بالقياس، وحددنا اطرافه. كده احنا تقريبا قفلنا موضوع الترانزستور البي جي تي بكل حاجته. لو ليك اسئله سيبها لي في التعليقات، وفي شرح تاني للترانزستور موجود على القناه بتجارب عمليه. لو عايزني اعيد لك الكلام ده كله او ليك اي طلبات سيب لي في التعليقات. اتمنى تكون المعلومه وصلت، وما تنسناش من دعوه بظهر الغيب. شرفتوني.